السلام عليكم ورحمة الله حبايبنا وأبطالنا أبطال الصف السادس، كل سنة وانتم طيبين. ومعادنا النهاردة مع أول درس من دروس الفصل الدراسي الأول. طبعا أول درس كان القسمة، والقسمة ده طبعا شالوه وجابوا مكانه درس قابلية القسمة. وقابلية القسمة ده كان موجود في سنة رابعة في المنهج القديم، كان موجود الاسم على 2 و3 و5، فزودوا على 4 و6 و10. هنبدأ احنا النهاردة ان شاء الله في الفيديو هناخد قابلية القسمة على 2 وعلى ايه 3. طيب يعني ايه قابلية القسمة؟ يعني العدد بيقبل الاسم على عدد. ازاي؟ ما بيكونش في باقي. يعني انا النهاردة بقول لك 8 على 2، التمانية فيها كام؟ 2. بتقول كام؟ في 2 يدينا 8، 4 طبعا، 2 في 4 ب8. هل اتبقى حاجة؟ لا مفيش، الباقي صفر، يبقى العدد 8 بيقبل الاسم على 2. طالما الباقي صفر تعرف ان العدد بيقبل الاسم. طيب هنا بيقول لك 9 على 2، يا ترى 9 على 2 هو كام في 2 يدينا 9؟ مفيش. جرب التمانية، كام في 2 يدينا 8؟ 2 في 4، برافو، والباقي واحد لان انا عملت اكس واحدة. طيب هنا العدد 9 بيقبل ولا ما بيقبلش؟ ده في باقي يبقى ما بيقبلش، يبقى العدد 9 لا يقبل القسمة على 2، علشان عندنا ايه؟ باقي. قال لك ازاي اعرف العدد بيقبل الاسم على 2 ولا لا؟ تعالى معايا نشوف. بيقول لك ايه؟ هنمسك احاد اي عدد، اي عدد امسك الاحاد بتاعه. لو الاحاد ده طلع صفر او 2 او 4 او 6 او 8، اعرف ان العدد ده بيقبل الاسم على مين؟ على 2. وانا جايب لك امثله. 5376، مالكش دعوه بالعدد ده كليته، امسك الاحاد. ايه ده الاحاد 6، واحنا قلنا اللي اوله 6 بيقبل على 2، يبقى العدد ده بيقبل الاسم على 2. طب 3871، امسك الاحاد اللي هو واحد، والله مش موجود ان اللي اوله واحد بيقبل الاسم على 2، يبقى العدد ده لا يقبل القسم على 2. اللي بعده 8234، نمسك الاحاد اللي هو 4. تعالى يا 4، ده احنا قلنا اللي اوله 4 بيقبل الاسم على 2، يبقى العدد ده بيقبل الاسم ايه؟ على 2. بعد كده جاي لي قابلية القسمة على 3. والله هتبقى الموضوع سهل قوي، بس خلي بالك. المرة دي بيقول لك العدد بيقبل الاسم على 3 إذا كان مجموع أرقامه بيقبل الاسم على 3. يعني أنا همسك العدد أجمع أرقامه، والله لو بيقبل على 3 يبقى بيقبل. طب في طريقة تانية قدرنا نتوصل ليها، إيه هي؟ قال لك اجمع الأرقام بتاعة العدد، لو لقيت المجموع الأرقام 3 أو 6 أو 9، اعرف إن العدد ده بيقبل الاسم على 3. إزاي؟ عندي 36، تعالى نجمع الأرقام، 6 زائد 3 يدينا 9. قلت لك اللي مجموع أرقامه 3 أو 6 او 9 يبقى بيقبل الاسم على 3، يبقى 36 بيقبل الاسم على 3. اللي بعده 132، تعالى نجمع الارقام بتاعت العدد 132. هنا هنجمع ال 132، هنجمع الارقام 2 زائد 3 زائد 1، 2 و3 5 و1 6. قلنا اللي مجموع ارقامه 3 او 6 او 9 بيقبل الاسم على 3، يبقى بيقبل. طب اللي بعده هنجمع 5 زائد 8 زائد 3، 5 و8 13 و3 16. ايه ده؟ خلي بالك لو جيت تجمع اي عدد وطلع العدد اللي عندك مكون من رقمين او ثلاثة، اجمعه تاني، اجمعه تاني. يعني اجمع ال 16 عبارة عن 6 زائد 1 يدينا 7. ايه ده؟ لا انا قلت لك اللي مجموع ارقامه 3 او 6 او 9 بيقبل بس على 3، ده مجموع ارقامه 7، يبقى العدد ده ما يقبلش. خلي بالك مجموع ارقامه 3 او 6 او 9، مش اوله مش احاده، وهنشوف امثلة مع بعض. تعالى يلا معايا. عندنا اول عدد 5131، يا ترى بيقبل على 3 ولا لا؟ طبعا قلنا اللي بيقبل على 3 بنجمع ارقام العدد، مجموع ارقامه مش هشوف اوله. لو طلع المجموع 3 او 6 او 9 يقبل. تعالى نجمع. 1 زائد 3 4، 4 زائد 1 5، 5 و5 10. اجمع العشرة تاني، اللي هو 0 زائد 1 يدينا 1. ايه ده؟ ده مجموع ارقامه 1، ما هوش 3 ولا 6 ولا 9، يبقى لا يقبل القسمة على 3. طب اللي بعده 793، سهل جدا نجمع مع بعض. 3 زائد 9 زائد 7، 3 و9 12 و7 19. لسه العدد انا عايز اخليه رقم واحد بس، اجمع التسعة زائد الواحد 10. ايه ده؟ العشرة اجمع الصفر زائد الواحد برضو واحد، ده مجموع ارقام واحد، يبقى برضو لا يقبل القسمة على 3. واحد يقول لي يا مستر ده أوله 3، لا يا حبيبي، العدد اللي بيقبل الاسم على 3 بجمع أرقام العدد، مش هشوف أوله زي اللي بيقبل الاسم على 2. اللي بعد كده 7 و3 10 1 11، اجمع ال 11 اللي هي عبارة عن 1 زائد 1 2، برضه لا يقبل القسمة على 3 لأن مجموع أرقامه 2. آخر حاجة عندي أهوت، اجمع يلا 7 و3
10 وخمسة 15. 15 هنجمعها تاني، افضل اجمع لغاية ما تخليهم رقم واحد. 5 وواحد 6. ايه ده؟ بيقبل الاسم على 3. اشمعنى؟ لان مجموع ارقامه طلع 6. يبقى انت عندك العدد اللي بيقبل الاسم على 3 لازم يكون مجموع ارقامه 3 او 6 او 9، مش اوله مجموع الارقام. وبكده نكون خلصنا اول جزئين عندنا في الدرس ده. كنت معاكم مستر محمود مرسي، اشوف الشكر على خير واستنوني في الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله.